السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير، انتم وكل حبايبكم. وكمان صباح الخير او مساء الخير في الوقت اللي انتم بتشوفوا الفيديو فيه. وطبعا قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا هنعمل ايه؟ هنصلي على سيدنا الحبيب علشان قلبنا وحياتنا ولساننا يطيبوا ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا انتوا شفتوا بداية الفيديو كان بدري طبعا، وكنت انا وكوكي بس اللي صاحيين. فقلت بقى ايه، ما كانش لنا نفس ان احنا نفطر، فقلت لها ايه، هحضر كده كل واحد فينا كوبايه لبن يا كوكا على بال ايه ما نفسنا تتفتح. قامت قايله ايه، ماشي يا ماما. المهم ايه، خلصت كده ودخلت بقى. كان عندي اللفت دوت، كان عندي بقاله إيه كام يوم، وقلت خفت بقى لا يبوظ، وبرده الكرنبايه قلت بقى ايه اما اعملهم مخلي الخساره ايه ان اي حاجه تبوظ دلوقتي. طبعا شلت العروق اللي هي بتبقى فيها ونضفتهم كويس جدا، وطبعا غسلتهم كويس جدا جدا. وبعد كده يا ست انت وهي عملت ايه، قمت رايحه بقى جايبه البتاعه الجميله بتاعتي اللي انا بقطع بيها دي، وبدات ايه ان انا اقطع اللفت بتاعي. طبعا انا عايزه ان شاء الله اعمل ايه، تشكيله مخلل جميله كده، يعني خيار على لفت على جزر على كرومب، هيبقى ان شاء الله شويه مخلل ايه، عسل عسل عسل، 3 عسل ان شاء الله. طبعا انا بحب البتاعه دي جدا. يعني على فكره دي مش شرط بس ان انت تعملي بها لفته او جزر او حتى خيار للمخلل، لا انت ممكن تعملي بها بطاطس. يعني مثلا عايزه تغيري ايه، بدل البطاطس الصوابع العاديه اللي احنا بنعملها لاولادنا، فان شاء الله هبقى اعملها معاكم مره برضو عشان ايه نتشجع مع بعض كده، وايه ونعملها زي اللفت كده، تبقى بزجزاج كده، تبقى شكلها حلو. طبعا انا كان عندي الكام خياره دول فاضلين، فقلت بقى ايه اما اعملهم بالمره برضو عشان يبقى ايه شويه ايه مخلل مشكل كده، ايه عسل كده. إيه طبعا انا الفيديو ده مصوره لكم يوم الاثنين، انا بسجله لكم النهارده ايه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النهارده الخميس. فطبعا جه التلات، يعني انا كنت هنزله الاثنين ان شاء الله، مش عارفه ايه اللي حصل فما نزلتوش بصراحه. جاي يوم التلات بقى قلت اما اعمل لكم المشتريات بتاعه الخضار، علشان برضو بيبقى فيه حاجات رخيصة. انت الحاجة اللي استغلي بقى الحاجة الرخيصة، اشتريها وخزنيها عندك، اي حاجة تبقى موجودة في الفريزر بتاعك. اي حاجه بقى، اي حاجه، طماطم، التوم ان شاء الله ما يطلع انا لازم اجيبه بمشيئه الرحمن، لان بصراحه السنه اللي احنا فيها دي هو التوم الجديد تقريبا طلع بس لسه ما جاش في السوق عندنا. ان شاء الله وقت ما يظهر قدامي على طول انا هجيبه، لان انا بجد يعني ايه، يعني كل شويه اما عاوز اعمل توم لا لازم اقعد اقشر واقعد اعمل. لا بصراحه التوم الاخضر جميل قوي. ان شاء الله هنعمله برضه يطلع بس عندنا كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا التطبيق عملها فيا زي كل مره، فمش مشكله طبعا. طبعا انتوا زي ما انتوا شايفين كده ايه، انا قطعت الكرنبايه 4 تربع، وبعد كده اللي هلاقيها كبيره هقوم بقى برضو اسمها ايه نصين كده، علشان برضو ما وانت بتاكلي منه كده ايه ما يبقاش كبير في ايديكي، لا يبقى وطبعا هو هيقل لما يتخلل، بس برضو انا ما بحبش الحاجه كبيره، تبقى على قد ايدك كده. المهم بدأت برضو اقطعها، وكنت طبعا قطعت الجزر، وان شاء الله هوريكي بقى طريقة كويسة جدا هتعمليها وانت واقفة كده في ثانية في شفشق الخلاط في ثواني كده. دول طبعا انا خدت عايرت بشفشق الخلاط المية، البطرمان ده ما شاء الله اللهم بارك كبير، دول 4.5 لتر مية. ده ايه، ده كان بنجر عندي في الفريزر، كنت مفرزاه لسه سلقته ولا اي حاجه، غسلته وقشرته، وقمت رايحه مقطعاه قطع زي ما انتوا شايفين كده، وقمت حطاها في كيس في الفريزر. ودي طبعا الشطه برضو اللي كنت مفرزاها معاكم، طبعا اللي ما شافش الفيديو يا ريت يشوفوا بتاع التفريزات، ما شاء الله جميل جدا. خدت برضو ايه شويه شطه حلوين كده من اللي انا مفرزاهم عندي، وحطيت كيسين ملح من اللي هو الكيس، مش عارفه هو بجنيه ولا بقى بجنيه ونص، والله ما انا عارفه. انا جبت طرد تقريبا ب17.5، يعني قولي ممكن الكيس ممكن يكون ب2 جنيه تقريبا او بجنيه ونص، مش عارفه بقى، مش عارفه بصراحه. المهم فضيت كيسين ملح في شفشق الخلاط برضو، وهضرب كله مع بعضه في الخلاط. هتضربي ايه يا رانيا في الخلاط؟ خليكم معايا كده، اصحوا معايا. حطيت بنجر، وحطيت كيسين ملح من اللي هو الملح الكيس ابو جنيه ونص دوت، وحطيت شويه شطه حمر من اللي انا مفرزاهم، وضربتهم كويس جدا في الخلاط. وهقوم بقى ايه حطاهم في البطرمان اللي انا عامله فيه ده، وهحط معلقه ونص سكر علشان المخلل بتاعك يفضل مقرمش من
اول واحده لاخر واحده. السكر طبعا يا رانيا ازاي هتحط سكر في المخلل ده؟ هيأثر عليه؟ ولا هيأثر ولا اي حاجه، بالعكس هيخليه مقرمش وجميل. طبعا كان باقي ملح في شفشق الخلاط، فطبعا انا عاوزه كل الملح، مش عاوزه اسيب اي حاجه. فبعمل زي ما انتوا شايفين كده. هحط بقى ايه كل المكونات بتاعتي في البطرمان الجميل بتاعي. حطيت ايه دلوقتي؟ حطيت كام ورقه لورا برضو عشان تطعم لي المخلل بتاعي كده. وهحط ليمونتين طرنشات زي ما هتشوفوني كده. طبعا انا نزلت ايديا لان انا الكاميرا كان لها مستوى معين، فانا طبعا قطعت الليمونه طرنشات زي ما انتوا شايفين كده، برضو بتديه مزازه وطعم حلو جدا. جربي بقى شويه المخلل على الطريقه دي بقى وادعي الرانيا حبيبتك. وطبعا لو وصلت معايا لحد هنا وطبعا كنت خفيفة على قلبكم، يا ريت بقى تعملوا لايك. لو برضو كنت خفيفة على قلبكم يا ريت تعملوا اشتراك. وطبعا اي حد دخل جديد عندي في القناة على راسي من فوق والله، وشرفتوني وكترتوني. معلش يا جماعة انا عندي برد، استحملوني بقى. بس على قد ما بقدر والله انا مش عايزه اغيب عنكم، وعايزه افضل متواجده معاكم برضو، لان انا بصراحه يعني عايزه القناه دي تتشاف وعايزه القناه دي تتشهر. كله ان شاء الله على الله وعليكم. طبعا انا لما لقيت ان المخلل يعني ايه مش مقلباه كويس، بدأت ان انا اجيب من تحت لفوق كده. وطبعا هحط شويه من الجزر والخيار واللفت. وبعد كده بقى جبت ايه طبعا كل حاجه مغسوله كويس جدا جدا، يعني ايه تمام التمام بصراحه كده. حاجه الاكل بالذات لازم تكون لا 7 ستار مش 5 ستار، لا علشان تاكلي بقى وانت مطمنه كده ايه ومزاجك حلو. طبعا حطيت شويه من ورق الكرنب دوت. وهرجع احط تاني من الايه. طبعا الرخامه نضيفه وزي الفل يا جماعه. انا دايما عندي البخاخه بتاعتي فيها خل وفيها كلوريل، والفوطه طبعا نضيفه بتتغسل كل شويه وبالرخامه، وبمشي على الرخامه كده برضو ايه لان الخل معقم وكمان الكلوريل. شويه بقى مخلل، شايفين اللون؟ ما شاء الله يا بنتي يا رانيا على شويه المخلل بتاعك دول. عسل 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 3 عسل. اعملوا بقى لايك على اللون الجميل بتاع المخلل ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللون حلو جدا والله. لو يعني ايه لو انا شايفه كل حد فيكم كده كنت هبعت لكم شويه مخلل. بس يلا مش مشكله، اعملي بس انت على الطريقه دي وان شاء الله المخلل هيعجبك. دخلنا بقى ايه على الغدا على طول، لان في حاجات تانية ان شاء الله هنعملها. الفيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك مليان حاجات كويسه ان شاء الله تعجبكم. طبعا السمك متنضف. طبعا لازم تغسلي السمك كويس جدا. انا مش لازم فرشه ولا حاجه على فكره. في ناس بتوع يعني بحس ان كده اوفر بصراحه، لازم فرشه واقعد ادعك في السمكه واهريها. لا لا مش لازم، بايديكي كده وبيبقى ابيض وشمعه منوره ما شاء الله. مش لازم اقعد اهري في السمكه، لا مش لازم طبعا ده اوفر. طبعا انا مخليه السمكه بتاعتي زي الفل شمعه منوره كده. وبغسلها طبعا تحت المية الجارية زي ما انتوا شايفين من جوه كويس جدا. وطبعا الغسيل دوت بقى هوريكم دلوقتي انا هغسله ازاي برضو وهنقعه في ايه. ويعني ايه هتاكلي بقى شوية سمك مقليين عسل بإذن الله. وهتشوفوا ايه اللي حصل معايا دلوقتي. انا بصراحه مرضتش اقصته في المونتاج، قلت ايه علشان تعيشوا اللحظه كده معايا، فالله المستعان. هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل. المهم طبعا انا لازم اغسل السمك كويس جدا وسمكه بسمكه، يعني تتاكدي ان السمك مغسول نظيف وزي الفل كده عشان تبقي بتاكليه كده وانت ايه مستمتعه بصراحه. الحاجه لما بتكون معموله بذمه وضمير لا بيبقى لها طعم تاني والله. انا خلصت تقريبا هخلص اهوت. ونعمل بقى طبعا انا كنت عامله الدقه بتاعتي. انا بعمل يعني ايه شويه دقه كده شويه كتار، وبقوم حطاهم في بطرمان وحطاهم في قلب التلاجة. عوزت مثلا عندنا بدنجان عملت مثلا فلفل برضو حطيت لهم شويه دقه. سمك زي ما انتوا شايفين كده برضو احط له دقه. الدقه دي لازم تكون موجوده عندي، يعني ما ينفعش التلاجة بتاعتي ما يبقاش فيها دقه. بتبقى بقى موجودة عندك، مش كل مثلا ما تيجي تعملي حاجة تعملي دقة مخصوص وغلبة وكلام من ده، لأ. المهم الدقة بتاعتي انا طبعا بعملها حلوة جدا ما شاء الله. انا كنت عاملاها في فيديو منفصل، بس ان شاء الله هبقى اعملها يعني من فترة. بس ان شاء الله هبقى اعملها معاكم برضو تاني. إيه كانت مخلية طعم السمك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك حلو جدا عسل والله.
طبعا انا بفضل ميه شويه قليلين بشويه قليلين، لان برضو انا جبت لاستر يا جماعه على فكره، وجايباه ب65 جنيه. يعني جايبه العبوه هبقى اوريها لكم ب65 جنيه. وما هوش يعني للدرجه اللي الكل بيقول عليها، لا بصراحه هو ما سلكش البلاعه قوي يعني. لا انا ان شاء الله هبقى هجيب لها بوتاص تاني وميه سخنه بقى، وان شاء الله هظبطها. لان بصراحه يعني إيه دي حاجه يعني ايه، مش عايزه اقول مقرفه جدا بصراحه. كل شويه مسح في المطبخ، السيراميك طبعا بيبوظ وكلام من ده. لا ان شاء الله هنشوف ايه يعني هنشوف حل كده مناسب ان شاء الله. في خلطه كده هعملها انا شفتها، شفتها على النت، فان شاء الله هجربها كده ويا رب بس تنفع. وطبعا لو نفعت انا طبعا هشاركها معاكم علشان احنا ان شاء الله ننفع بعض. واللي تعرف حاجة تقولها للتانية. يعني انت مثلا لو عندك اي حاجة المشكلة بتاعت البلاعة دي، يا ريت تكتبي لي في التعليقات برضو وتفيديني. وانا طبعا بحب افيدكم والله، لما بعرف ان في حاجة مفيدة وانها بتنفع وكويسة انا اكيد بقول لكم عليها، لان انتوا اكيد زي اخواتي يعني ايه، مش بحب اخبي عليكم حاجة. طبعا السمك يعني زفارة، يعني لازم كل حاجة تتغسل بالبريل كويس جدا. فيوم السمك ده يوم عالمي بصراحة. اهو اهو، قلتش انا حاجة، النور قطع. مرضتش احوشها والله، مرضتش إيه اقص المونتاج، علشان قلت ايه يعيشوا اللحظة معايا كده ساعة ما النور قطع. المهم طبعا معلش على الاضاءه، لان طبعا النور قاطع. طبعا بغسل البتاع كويس جدا، انا مش كل شويه بقى هوسخ مواعين، ما صدقت ان الحوض فضي. وطبعا هغسل الحوض كويس جدا برضو، انا لسه ما خلصتش، بس برضو قلت اما اغسله برضو عشان اما طبعا انا هحط للسمك دقه دلوقتي، فلازم يبقى الحوض نظيف وريحته حلوه. يعني حتى لو انا لسه ما خلصتش لا عادي، يعني في ثواني كده بالسبونجه وشويه البريل اللي بقوم موضبهم جنبي زي ما انتوا شايفين، عليهم شويه خل، وما شاء الله اللهم بارك، في ثواني بقوم عامله الحوض وبيبقى زي الفل، كانك لا عملت سمك ولا عملت اي حاجه. طبعا الحنفيه دي ان شاء الله هي حلوه ما شاء الله اللهم بارك، ان يعني بصراحه انا بحبها جدا، لان انا بحب الميه زي ما انتوا شايفين كده تكون شديده وبالمنظر ده. فطبعا ان شاء الله هنعمل بقى تغييرات في المطبخ بمشيئة الرحمن. طبعا انا اكيد زهقتوا مني بصراحة، اكيد كل شوية انتظروني انتظروا، فين اللي انت بتعمليه يا ست رانيا، فين اللي انت بتعمليه. معلش يا جماعة حقكم علي، اصبروا بس على اختكم شوية، اصبروا. ها ماشي. هنبدأ بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نغسل السمك تاني. طبعا انا نقعاه، ما قلت لكمش بقى على اللي انا نقعاه فيه، نقعايه في دقيق وليمون. طبعا انا ما بحطش خل نهائي نهائي، ما بحطش خل، لان الخل بيهري السمك. الخل بيهري السمك يا جماعه، ما تحطوش خل للسمك. لو فراخ تمام، بيخلي الفراخ حلوه جدا، اما السمك لا طبعا ما بحطلوش خل. حاطه طبعا ليمونتين 3 كده، وحاطه شويه دقيق حلوين، وكنت حطيت سنه جنزبيل برضو، لان الجنزبيل ما شاء الله بيخلي الحاجه ما فيهاش زفاره. ده كان محلول النقع بتاع السمك، وبرده ما سبتهوش كتير، يعني ممكن 10 دقايق بس، وكانت ريحته بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لا في زفارة ولا في اي حاجة. تاكلي بقى شوية سمك مقليين بقى زي العسل. طبعا زي ما انتوا شايفين برضو انا بغسله برضو كويس جدا تاني، يعني انا بعيد وازيد علشان طبعا يعني السمك بالذات علشان ما يبقاش ريحة البيت زفارة وكلام من ده. لا لازم تغسليه كويس جدا برضو. بغسل برضو سمكة بسمكة وهحط له الدقه دلوقتي. طبعا انا اول مره اشارك معاكم ان انا بغسل سمك او بعمل سمك مقلي معاكم، فلازم بقى اجيبه لكم من الاول للاخر كده، عشان بقى لو في بنوتات صغيره تشوف برضو وتعرف وتشوف ازاي بتغسلوه وكلام من ده. اما طبعا انا عارفه ان انتوا كلكم شاطرين واشطر مني طبعا. المهم طبعا انا خدت شويه بريل وغسلت ايديا، طبعا هم فيهم خل برضو، فلازم احس ان ايديا نظيفه كده. وطبعا هنفضل ميه برضو، وهنفضل ميه بشويش. بالله عليكم يا جماعه لو حد عارف حل للبلاعه المسدوده دي اللي ما بتسلكش دي، يعني يقول لي عليها في الكومنتات. وطبعا يا ريت لا يعني لو عاوزين تحطوا لايك بقى حطوا لايك، لو عايزين تشتركوا برضو اشتركوا، انا مش هقول لا طبعا مش هقول. المهم ان انا بعمل ايه دلوقتي، زي ما انتوا شايفين انا جبت المصفى علشان انا عايزه السمك ما يبقاش فيه نقطه ميه، وقفته زي ما انتوا شايفين على بطنه كده علشان لو فيه اي ميه في بطنه من جوه تنزل في المصفى. وزي ما انتوا شايفين برضو بعمل بالسكينه دي، السكينه المشرشره، قعدت ادور على سكينه حاميه ما لقيتش، قلت دي هتنجز معايا.
طبعا بشق السمكة كده مرتين، من الناحية دي ومن الناحية دي، علشان ايه تشرب من التتبيلة، وانت بتحمريها تبقى ناشفة وحلوة معاكي. وبحط لها بقى الدقه ايه بتاعه الدقه، طبعا هتبقى توم، هتبقى انا بحط لها بصلايه صغننه، إيه طبعا شطه حمراء، شطه خضراء، كمون، كزبره، فلفل اسود، بابريكا. ان شاء الله هبقى اشارك معاكم الدقه ديت وهتعجبكم جدا، وحطها عندك في بطرمان. عملت بقى بدنجان، عندك سمك، عندك شويه فلفل، حلوه في كل حاجه ما بتقولش لا. طبعا بحط لها، طبعا بدخل في الفتحات اللي انا عاملاها دي برضو دقة، اللي هي التمليحة بتاعة السمك برضو، علشان يبقى السمكية كده شاربة من الدقة بتاعتها والتملحة بتاعتها. وبرضو هعصر عليها بقى ايه، دي ليمونة كبيرة هعصر عليها برضو ليمون. وبرضو لما بقليه وبحمره او يخرج من الزيت برضو بقوم عصر عليه ليمون برضو. تدوقي بقى احلى شوية سمك وادعيلي بقى. النور كان قد النور كان قد اهو. الحمد لله النور قد يا جماعة، النور قد زغراته. انا مش عارفه والله، هو النور هيقطع يعني هيفضل يقطع كده لحد امتى؟ انا مش فاهمه والله. لازم يعني يفضل يقطع طول الوقت؟ يلا الله المستعان، جت عليه يعني. طبعا هنعمل بقى ايه، شويه رز حبايه وحبايه، او حبه وحبه، او واحده وواحده. انا مرجحها ايه، واحده وواحده. هنعمل بقى شويه رز واحده وواحده كده، ايه عسل بقى. وطبعا ايه، لازم تحمريه كويس جدا. انا ما بحبش يبقى لونه غامق، يبقى لونه ذهبي زي ما هتشوفوه معايا في الاخر كده، علشان يبقوا شوية رز مفرفرين وجمال ومفلفلين وزي العسل كده. طبعا انا كنت ماسكة التليفون بايد وبصور بايد، لان الرينج لايت مش عارفة كان ايه اللي جراله. مش عارفة، الله المستعان. انا زعلت جدا والله، لان انا كنت شارياله اللي هي الدايرة بتاعته دي لسه جديدة. فالحمد لله يعني فجأة كده قلت لكوكي طب يا كوكي جربي كده يمكن يقيد، والحمد لله رب العالمين قاد. والله يا ربنا عالم بالظروف، ربنا ده كريم والله يا جماعة. الحمد لله يا رب، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه. عايزه اقول لك بقى، انت استغفرت النهارده، حوقلت النهارده. استغفري، الاستغفار حلو جدا، الاستغفار بيجلب الارزاق. ربنا سبحانه وتعالى قال فاستغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يعني الاستغفار بيرزقك بالمال، وبيرزقك بالولد، وبيرزقك باللي انت بتتمنيه. فاستغفري، استغفري وحوقلي. حوقلي يعني ايه؟ يعني تقولي لا حول ولا قوة الا بالله. الحوقلة برضو دي كنز من كنوز الجنة، بنصحكم ان انتوا تقولوها. فدايما استغفروا، حوقلوا، صلوا على سيدنا الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا حطيت شويه الرز الابيض على اللي انا حمرته، وشويه ملح طبعا حلوين كده، وهتقلبي بقى. وطبعا لازم ايه، زي ما اتعودنا مع بعض، احنا طبعا قايلين في الاول بس برضو عادي نقول في اي وقت بسم الله الرحمن الرحيم. وتحط شويه الميه السخنين بتاعك، لازم الميه في الكاتل تكون جاهزه. احنا قلنا طبعا ومتفقين ان بسم الله الرحمن الرحيم في الاول وفي الاخر وفي اي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم دي نعمة وكنز من الكنوز. الحمد لله يا رب على نعمة الاسلام، بجد الحمد لله يا رب على نعمة الاسلام، الحمد لله يا رب على نعمة الاسلام، وعلى نعمك الكتيرة اللي انت يعني مالي حياتنا بيها يا رب. الف حمد والف شكر لك يا كريم يا رحيم يا الله، حبيبي يا الله. المهم طبعا قلت ايه، الرز طبعا هيغلي وهنوطي عليه، ونبدأ بقى في قلي السمك على طول. نقلته طبعا على العين الصغيرة، وهبدأ بقى تحمير السمك على العين الايه الكبيرة. طبعا انا حاطه ايه في الدقيق، ما حطيتش بقى لا ملح ولا كمون ولا الكلام دوت. انا حطيت شويه دقيق وعليهم شويه نشا وعلى كده، وكان السمك مقرمش وجميل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بس بقى تعفريه كويس بالدقيق، تغلفيه كويس جدا بالدقيق من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وايه وزي ما انتوا شايفين كده بنزل الدقيق زياده منه علشان الزيت بتاعك ما يتحرقش ايه بسرعه. وكان الرز بيغلي والسمك جنبينا، والبت كوكايه حبيبتي هتعمل بقى شويه السلطه. قلت لها انت اعملي انت يا كوكي السلطه بقى، علشان انا عاوزه اكل سلطه النهارده. وهت ايه تعمل السلطه كده ايه مع نفسها.
والحمد لله ده طبعا فضل ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى. المهم انا عاوزة اقول لكم ان شاء الله ادعوا لي كده بالله عليكم بصلاح الاحوال، بجد في حاجات غريبة بتحصل كده، فالحمد لله على كل حال يعني. المهم ان شاء الله عايزة بقى انزل لكم بفيديو مشتريات كده، يا ريت بقى اللي يشجعوني كده باللايكات الكتير بقى والتعليقات عشان انزل بقى بفيديو المشتريات بقى. وعايزين نجدد المطبخ، ما عادش وقت يا جماعة، والله ما عاد وقت، الايام بتجري بسرعة قوي. يعني من بتالي من شهر، وكنت بقول فاضل كام شهر على رمضان، دلوقتي ما عادش الا كام يوم على رمضان. فاللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا الله، اللهم زدنا ولا تنقصنا يا الله. المهم الست كوكي بتعمل السلطه اهيت، وايه وهنعمل غدانا، وهدخل بقى على الحاجه حلوه جدا برضو. كنت شاريه انا بصراحه ماليش في الكوسه، بس انا لقيت صفقه كوسه قلت اما اجيب الصفقه دي. ايه رايكم في الترند اللي طالع اليومين دول؟ انا ماليش في مش عارف بس بقى ليا كده يعني، الكلام ده اللي انتوا عارفينه ده يعني. المهم كنت شاريه شويه كوسه حلوين. طبعا الكوسه عيالي مش بيحبوها قوي، بس انا بحبها طبعا، ده كان سيدنا رسول الله بيحبها، فما بالكم بقى بسيدنا رسول الله بيحبها، يبقى احنا ناخد حذو كده ونحب اللي هو كان بيحبه، اكيد مفيد. فطبعا انا لما بعملها بقول لهم لازم تاكلوها، ده كان سيدنا رسول الله بيحبها يبقى لازم تاكلوها. فلما بيسمعوا الكلمتين دول بياكلوهم وبيقولوا لعيالكم كده. المهم عاملها بطريقه حلوه ان شاء الله. هي كانت الكيلو، كنت جايبه تقريبا الكيلو وربع ب10 جنيه، وقلت بقى اما اعملها مع حبايبي واخواتي على القناه، علشان برضو اشاركهم كده. ودي طريقه ان شاء الله تعجبكم، وهي حلوه جدا، اما تطلعيها وتطبخيها هتلاقيها ما شاء الله حلوه، لا مجلده ولا اي حاجه. هتشوفوا دلوقتي معايا. وده طبعا كان غدانا، الف حمد والف شكر يا رب، ده فضل ونعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديمها نعمه علينا يا رب ويحفظها من الزوال. هندخل على طول بقى على الكوسه ان شاء الله. طبعا انا كنت عاملاها بالمقوار، انا كنت عملتها كلها دول، انا عامله شويه ترانشات زي ما انتم شايفين كده، والشويه التانيين دول عشان مثلا لو عملتهم في حله عاديه كده، وبالمقوار اللي هو اللي انت بتقوري بيه الكوسه او البدنجان عادي، وبعمله زجزاج كده خطوط كده زي ما انتم شايفين، عشان يدي للكوسه منظر وشكل لطيف وكويس. البت كوكي بقى اقول لكم بقى، ضحككم بقى، اسمعوني بقى، اسمعوني، سيبوا اللي في ايديكم. المهم البت كوكي لما تلاقي حاجه بقى عجبها قوي، هي طبعا بتاخد درس فرنساوي، هي في تانية اعدادي. فالمهم اقول لها ايه رايك يا كوكي في اي حاجه بقى يعني تكون معايا وعجبتها بقى، تقولي يا ماما سابيون، يا ماما سابيون. اقول لها يا اختي بتقولي تقول لي سابيون. اقول لها يعني ده بقى ان شاء الله؟ تقولي يعني شكله لطيف يا ماما. قلت لها طيب يا اختي ماشي. فبقول لكم بقى هيخلي شكل الكوسه سابيون سابيون على راي البت كوكي. المهم ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. عملت طبعا انا عامله الشويه دول عشان لو عملت صينيه بطاطس كده ابقى احط لها كام شويه كوسه كده في الفرن تبقى جميله، اللي هي الترانشات دي. واللي هي التانية ديت بقى لو طبختها في حله عاديه على البوتاجاز يبقى عندي من ده ومن ده. وطبعا انا عارفه الاكياس، واكيد شكلها يبقى واضح في الاكياس لان انا عامله اكياس ثلاجه شفافه، فاكيد هبقى شايفه الحاجه بتاعتي هيبقى شكلها عامل ازاي، وهبقى عارفه دي الصينيه وديت العاديه ولا لا. هي يا استاذ اللي جابك هنا، اللي جابك، يلا يا حبيبي يلا روح بالراحه عليه. نكمل بقى. كان الاستاذ سولي دخل عليا في الاوضه وانا بسجل. المهم طبعا انا جبت الوك الكبير، اكبر وك عند العملاق ده، وهجيب شويه زيت زي ما انتوا شايفين معايا، وهحط بقى شويه زيت على قد شويه الكوسه اللي موجودين، يعني على قدهم بالظبط. انا طبعا مش عايزه مش عايزه اطبخها يا جماعه، انا بس هغلفها، هشوحها بس دقيقتين 3 كده في الزيت دوت، علشان تتغلف كلها بالماده الدهنيه، علشان اما تدخل الفريزر وتخرجيها ما تبقاش مجلده ولا تبقى بتشد معاكي كده في الاكل. طبعا شويه الزيت وان هي شمت النار شويه دي هتخليها كانك لسه شارياها وعاملاها دلوقتي. باذن الله الطريقه دي تعجبكم وان شاء الله تفيدكم. طبعا دول الشويه اللي انا كنت عاملاهم للصواني، عملت مثلا صينيه كلام من ده، بقلمهم زي ما انتوا شايفين كويس جدا. طبعا انا عايزه كل وحدايه كوسه تتغلف بالماده الدهنيه، طبعا بجيب من تحت لفوق زي ما انتوا شايفين اهو. وبرده انا لما عملتها لقيت طبعا انا كنت عامله
في اللي هي بلاستيكيه اللي انتوا هتشوفوها معايا دي اللي كانت فيها ميه. لا ما ينفعش طبعا، احنا متفقين ان اي حاجه انت بتفرزيها ممنوع ان يكون فيها نقطه ميه واحده. فعملت ايه؟ قمت جايبه المصفى وقمت مفضياها زي ما هتشوفوني، وقمت بقى ايه مخليها متصفيه كويس جدا من الميه اللي فيها. طبعا انا ما بطبخهاش، انا بس بغلفها بالماده ايه الدهنيه. فطبعا هي طالما شمت النار فهتنزل شويه ميه منها، فلا انا مش عايزه الميه دي. المهم ايه، حبيتها بقى في الاكياس وهتشوفوا معايا كل حاجه ان شاء الله. طبعا انا يعني ايه بقلب لسه فيها، عايزه اتاكد ان كل وحدايه اتغلفت بالماده الدهنيه ديت، وان كلهم ايه بقى كلهم فيهم يعني ايه زيت وكلام من ده. بوريها لكم اهي ان هي مش واضحه جامد، بس هي خلاص كده ايه تمام قوي. وهنبدا بقى برضو في الشويه التانيين إيه برضو. طبعا انا هفضاهم وهجيب الشويه التانيين في نفس الوقت. طبعا ما توسخيش مواعين كتير في الحاجه اللي انت بتعملي فيها، واحده بس. يعني ايه حاولي ما تتعبيش نفسك، حاولي ما تزوديش الشغل على نفسك على قد ما تقدري. إيه يعني إيه قللي في استخدام المواعين. طبعا ولا انا عارفه ان طالما بيت ربنا يخلي فيه ولاد، فكل شويه اللي هيعوز ياكل هيشد طبق كلام من ده. بس انت بقى ايه، انت حاولي انت بقى ايه تحافظي من ناحيتك. طبعا ما شاء الله الشويه دول كانوا كتار. طبعا البوتاجاز نضيفه زي الفل، عشان الوحديه اللي وقعت دي انا ما بحبش اسيب حاجه يا جماعه، ما حدش يقول لي مش عارف ايه، البوتاجاز نضيفه زي الفل. المهم زي ما انتم شايفين كده بقى هعبيهم في اكياس. نعم بس يا بابا انا بسجل، روح دلوقتي واما اخلص يلا اخرج بره واقفل الباب. المهم زي ما انتم شايفين معايا كده انا طبعا معلش يا جماعه ابني كان دخل عليا عاوز يروح النادي قال. المهم ايه فضينا بقى ايه شويه طبعا انت تعملي على قد الطبخه بتاعتك دي، على يعني طبعا انا هزودها مثلا بطاطايه ولا حاجه، فعلى قد الطبخه بتاعتك اعملي. وانا برضو زي ما قلت لكم عامله شويه للصواني وعامله شويه للحله ولا حاجه على البوتاجاز. فايه عارف طبعا انتوا هتشوفوني دلوقتي وانا بفضي ايه اللي لما لقيت في تحت كده ميه. طبعا اللي فوق ما فيهاش ميه، فاللي تحت هي اللي فيها كانت شويه ميه، فضيتها علشان ايه وسبتها ايه تصفى من الميه كويس. وطبعا حاجه مهمه جدا برضو قبل ما انسى، ان لازم تتاكدي ان هي بردت تماما، لازم تكون بارده تماما مش سخنه، لا لازم تبرد الاول، تصبري عليها كده تبرد، وبعد كده ايه تعباها في الاكياس. طبعا انا كنت عملت شويه تانيين وقلت بقى ايه اما اعمل الدول قدامكم برضو عشان تعرفوا. حطيتها ايه في المصفى وعليها تحتها البلاستيكيه الحمراء دي علشان برضو ايه تصفي براحتها كده، وهعبيها برضو. وطبعا انا قصيت بالمقص اللي هم البوز اللي طالع من الاكياس ده عشان شكله مش ظريف بصراحه. وطبعا إيه يا رب الطريقه دي بقى ايه تعجبكم كده. طبعا كان اليوم ده كله شغل، فالحمد لله انجزنا والحمد لله عملنا شويه شغل حلوين. طبعا ما حبيتش اشارككم مواعين وكلام من دوت، بس يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، ويا رب اكون خفيفه على قلبكم. وطبعا اللايك والاشتراك ده بقى براحتكم، انتوا شايفين ان انا استاهل لايك واشتراك اعملوا كده، مش شايفين ان انا مستاهله خلاص تمام والله انا مش زعلان. وطبعا كله على ربنا سبحانه وتعالى. بوريكم اهوت ان دوت الكيس بتاع اللي هي اللي هتتعمل في حله، واللي هي الترانشات دي اللي في صوان. قلت بقى ايه كافئي نفسك يا رانيا بكوبايه قهوه كده، إيه اعمليها من عمايل ايديكي بقى. طبعا الغطا ده اللي انتوا شايفينه اللي ده سيليكون، هقول لكم برضو على قصته، بس خلاص احنا في اخر الفيديو بقى. بعمل لي بقى كوبايه قهوه في اخر اليوم كده، والحمد لله فضل ونعمة. يا رب أكون خفيفة على قلبكم، يا رب يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم وتستفادوا بأي حاجة. وطبعا ما تنسوش دعوة حلوة منكم ليا لو طريقة المخلل وطريقة الكوسة عجبتكم. واعمل اقول لكم ايه تاني، ان شاء الله ان شاء الله بمشيئة الرحمن ما عدتش هتأخر في الفيديوهات، وان شاء الله الفيديوهات الجاية هتعجبكم. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، ومع الف سلامة، باي باي.